يعني عندي كلمة دائما أنا للشابات: لا تتزوجي شخص تحبينه لأنك تحبينه فقط. ركز على كلمة فقط. هذا الزواج راح يفشل، لأن الحب أعمى. وكلام جدا، من قال الحب أعمى بارك الله فيه أو فيها، ما أعرف أنا من قالها. لأن الحب وخصوصا من يصير تعلق مشاعر يعمي كل شيء، يعمي كل شيء ما ترى. سبحان الله. لكن لا يعني أنا ما أحب. من أحب الناس إليك عائشة، ومن الرجال أبيها. الحب، لكن هذا الحب ما يكون أعمى وأتعلق بشخص وأنسى كل الأشياء الأخرى. الزواج شيء، يعني أولا الزواج عبادة، يجب أن ننظر إلى الزواج هو عبادة، وهو تقرب إلى الله. وأنا أبدي على ما قال لي ربي: إما أن تتزوج الرجل إذا تخطب المرأة ل4 كل الأسباب. أول شيء جمالها، صح طبعا، وبعدين لنسبها أو حسبها، وبعدين لمالها، وبعدين لدينها. بعدين شنو النصيحة من كل هذا ال4؟ عليك بذات الدين تربت يدك. طيب أنت الآن جيب هذا الرجل: جاءكم من ترضون دينه وخلقه. عجيبة، ما يعني هو مو الدين الخلق؟ يا بس في ناس في دين بس الخلق صعب. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال جميل، ما قال عنده هذه السيارة ولا صاحب شركة ولا من هاي العائلة، دين، فزوجوه، وإلا ايش راح يصير؟ فساد كبير. يعني قبل فترة طويلة سمعت هذه من أحد الشيوخ الله يبارك فيهم: صعبنا الحلال وسهلنا الحرام. يعني طبعا علاقة عابرة سهلة، صح، ما فيها أي مسؤولية ولا دوخة رأس ولا هم يحزنون، وأنا أحصل منها المتعة الوقتية. مثلا من تشرب مشروب كافيين، هذا الإحساس يجيك، وبعدين ورا ساعة راحت. فالعلاقات العابرة هي الرقم 1 أنا برأيي، هو ما نراه ونشوفه بالتلفزيون أو بالأشياء. يعني تطلع مسلسلات كلها حرام 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 من يعني مو مكروه، حرام. الفكرة حرام، كيف نفذت الفكرة حرام، اللبس حرام، المناظر حرام، وتقعد العائلة كلها تتفرجها. تقعد الأب، يقعد الأم، وتقعد الأولاد، ويقعد المراهق. طيب أنا ايش صار في قلبي؟ فهي يعني شوف، هي كل ما المجتمع يتغير الأساسيات تبدي الأشياء كلها، هي حلقة ترى مربوطة أو دومينو مثل ما يقولون، واحد يسقط الكل يسقط وراه، كل يسقط. يعني حتى احنا في أمريكا، يعني أنت ما تتصور البلاد العربية، حتى في أمريكا، يعني قبل مثلا أقول لك قبل 15 سنة المشكلة الكبرى عند المسلمين كانت إيش؟ مثلا أنه ابنها راح يتزوج مو مسلمة، أو البنت راح لا ما كانت البنت والمرة طيب راحت في 4-5 سنين صارت البنت راح تتزوج غير مسلم، قد يسلم قد لا، الله أعلم. طيب الآن أنت من تجي الأم أو الأب يتكلمون معك ويبكون، اعلم أنه الابن غير مسلم صار. فكلها هي الدنيا كلها سبحان الله. يعني احنا نقول ستيب داونورد، يعني الأخلاق، العرف، الإنسانية. يعني أنت ترى ما نرى في غزة حتى الإنسانية، فكلها بدأت تنزل، من ضمنها الزواج. إيش اللي بهالدوخة الرأس تسمعها؟ سبحان الله، يا إيش اللي بهالدوخة الرأس أنا؟ إيش دوخة الرأس يا ناس؟ هو هذا سنة الله، هذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف راح الأمة تزوج الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة؟ هذه المفاهيم لازم ترجع. بس الحياة المادية المرفهة يعني ما لحد الآن ما عندي بعد كلمة سبحان الله. فالقلب شي يصير فيه ونروح إلى السهل. والعزوف عن الزواج دكتورة، ممكن عزوف الرجال عن التقدم للنساء أحيانا. في ناس تقول تمام ممكن الرجل مخير في هذه المسألة، لكن بالنسبة للمرأة الحين بنتحدث عنها. في الكثير عندنا خصوصا في بيئتنا يقولون ما أتاها النصيب هذه المرأة في الزواج، ما تقدم الرجل لها. زين هذه المرأة بالنسبة لها، عشان نكون عمليين أكثر دكتورة، شنو الخطوات اللي تخطيها؟ كيف تحافظ على نفسها كمرأة؟ شوف أنت، الرجال عليك يا معشر الشباب عليكم بالباءة، ما قالها للنساء. وعجيب
عليكم بالباء فمن لم يستطع فليصم. فالزواج على الرجال يعني، وطبعا حكم الزواج فقها يدخل في الخمسة، يعني واجب، مستحب، حلال، مكروه، حرام. تخيل، يعتمد على النية في الزواج. بصورة عامة عند الشباب إذا هذه الأشياء غير هو واجب. نيجي عند المرأة. طيب المرأة طبعا هذه من عاداتنا، تنتظر الآن يتقدم لها أحد. يعني هي السيدة خديجة انتظرت إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لها، ولا هي خطبته؟ هذا مفهوم عادي، يعني مفهوم عادات وتقاليد وليس مفهوم دينا. هذه رقم واحد. رقم اثنين، وهذا الشيء يعني أيضا حط ربي فينا، أنه الشهوة عند الرجل، يعني أنا أتكلم لك كطبيبة، الشهوة عند الرجل ليس كالشهوة عند المرأة. ولذلك قال لهم يا معشر الشباب، لأنه هذا شيء لازم يعطى. تبقى المرأة، رح نرجع إلى ما بدينا. إذا أنا هدفي الآخرة، هدفي الآخرة، طيب إيش راح يوصلني للآخرة؟ أنا دائما من تجيني المرأة تسألني تقول لي أنا قررت أطلق. طيب نتكلم بدون ما ندخل بتفاصيل أخرى، بالأخير بالنهاية راح أقولها إذا ما في أشياء يعني كبيرة، راح أقولها اسألي نفسك هذا السؤال: أين أنت مطيعة لله أكثر، داخل الزواج أو خارج الزواج؟ إذا أنت مطيعة لله خارج الزواج توكلي على الحي الذي لا يموت، لا تخسري الدنيا، لا تخسري الآخرة للدنيا. وإذا أنت مطيعة لله أكثر داخل الزواج أبقي، لأنه لازم أني دائما عيني تذكر هدفي اللي تكلمنا عليه، هدفي الآخرة. فلما أنا هدفي الآخرة، هذه متع الدنيا الزائلة ما راح تغريني، لأنه أنا راح تبعدني عن هدفي. يعني مثل ما أنت تريد تدخل خلينا نقول كلية الطب في أحسن كلية في أمريكا، أنت ما راح تكون مثل الطالب، أنت راح تكون تدرس وتسوي بحوث عندك، ويجي الثاني يقول لك تعال نروح نشرب قهوة في قهوة شوي، تقول لا أنا ما عندي وقت، أنت تعرف أنا شريد. همم العالية. فالجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ما راح تجيب بلاش. فهمتني؟ فهذه لازم كلش مهم نرجع مرة أخرى، المفاهيم لازم تتغير. علاقتي مع الله، هدفي في الحياة، وين أريد أروح في الدنيا، وين أريد أروح في الآخر. يعني دائما أقول لنفسي كنا نريد بيوت جميلة الحمد لله ومرفهة وكله، طيب إيش بيتي في القبر إيش راح يكون؟ العاقل، هذه من أجمل ما قرأت، العاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وعمر قبره قبل أن يدخله، وأرضى مولاه قبل أن يلقاه. تخيل أنت هذا حياتك. طيب ترك الدنيا يعني شنو؟ يعني ما تلهيني عن الآخرة. مو معناها ما أعيش، مو معناها ما أنجح، مو معناها ما يفتح علي ربي، ما تلهاني عن الآخرة وما تبعدني عن هدفي. طيب وعمر قبره، تعمير القبر بماذا؟ بماذا؟ رقم واحد، من أول رفيق لي في قبري كتاب الله، صح؟ أول ما أسأل عنه إيش راح يكون؟ الصلاة. وبعدين أرضى مولاه قبل أن يلقاه. فلو أغير أولوياتي وأحطها الآخرة، حتى الزواج راح يأتي. هل هذا الزواج راح يقربني إلى الله؟ وهذا الزواج في الجنة أنا رايحة، بس أنا ما راح أتزوج لأن كل صديقاتي تزوجوا وأنا كل أصحابي تزوجوا، والله هي يعني شكو بنت ناس وأمي قالت لي زوج، أوكي، بس أنا ما أعرف راح أعطيها حقها، ما هذا واجب عليك. أو هي يلا كل صديقاتي تزوجوا، يلا أوكي، وأنا ما أعرف إذا راح أقدر أقوم بهذه، لأن هي حقوق، والبشر هذا حق المسلم عليه سواء الزوج أو الزوجة. وبما أن تكلمنا عن المرأة دكتورة، بنسولف عن أحد التحديات اللي قاعد تحصل اليوم في مفهوم قاعد ينتشر اللي هو بمسمى الحرية الفردية. هذا أثر بشكل كبير وأظهر لنا ظاهرة نزع الحجاب للأسف عند النساء، وبعضهم يبرر هذا الموضوع، تظهر أمام العامة وتقول أنا نزعت الحجاب لأن أجبرت وأنا طفلة فأنا ماني مقتنعة، وممكن أرجع الحجاب إذا أنا اقتنعت فيه على كبر سن الآن. طيب طبعا هي ظاهرة هاي في العالم، بس في أيضا في ظاهرة النساء تتحجب، يعني لا ينقطع الخير من أمتي، بس يمكن إحنا نشوف هذه الظاهرة أكثر مما نشوف هذه الظاهرة. بس أنا أقدر أقول لك أنا أشوفهم الاثنين، ما أقول هذه أكثر من هذه. شوف، راح أرجع نفس الكلام في البداية، هذا اللي أقوله لكل امرأة: لو أنت عرفتي الله حقه وحبيتي محبة
حكينا إيش يعني أغطي راسي لربي؟ بالله عليك، يعني من ربي قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا إيش؟ لأنه النوم أهم من ربي. تفتهمني؟ تتجافى جنوب يعني ظهره ما يريد الفراش، مو هو ده يشيل نفسه بالموت، خوفا وطمعا، لأنه عرفوا الله، ما أريد أزعله، ما أريد أدخل جهنم، وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلو هي المرأة تعرف من هو الله بالضبط، إيش يعني أغطي شعري؟ يعني إيش إذا أنا ألبس مو اللي يلبسوا الناس كلهم؟ بس هو نرجع إلى البداية، لأن إحنا يعني الآن لو تسألني أهم شيء يجب أن يدرس، ولا راح أقول لك الحجاب، ولا راح أقول لك الصلاة، لا والله راح أقول لك العقيدة، ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، زرع العقيدة في قلوب المؤمنين وحتى قبل أن يؤمنوا. وكل الأنبياء عندما أتوا في الدعوة ما قال لهم افعلوا غير شيء واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعدين حسب مشكلة القوم، مثلا لا تنقصوا المكيال والميزان، أتأتون الرجال شهوة، بس الأصل اعبدوا الله وعبادة الله الحقيقية. يعني أنا ما شفت، والله الذي له، ما شفت امرأة من تتكلم معها عن الله وتحرك قلبها، يعني ما أقدر أقول عن الرجال لأن أنا أكثر كلامي إلى النساء، ما تحس أنه تحرك شيء في القلب. فالخطاب الديني يجب أن يتغير، والخطاب الديني يجب أن يظهر الحقيقة والجمال في هذا الدين، ولازم يكون عندنا صبر، لأنه كل إنسان يخطأ وكل إنسان يضعف، ما في أحد من عندنا، ما في، بس المعصوم عليه الصلاة والسلام. فمن تجي امرأة وتقول لي هذا الكلام، أنا أبدي أعلمها عن الله، ما أقولها كيف نزعت الحجاب ومدري إيه، أقول لها تعالي خلينا نتعلم عن الله، وتتغير الفكرة، فتبدي تصير مرضاة الله أهم من شعري، ومرضاة الله أهم من مرضاة صديقاتي، ومرضاة الله أهم من راحتي وجمالي. تفتهمني؟ بس إحنا لأن هذا عندنا فيه مشكلة، معرفة الله، تعريف الدين، كيف يدرس الدين، كيف ينشر الدين. فلذلك الآن تشوف هاي الظواهر، يعني أنت تأخذ النساء اللي مبين عليها الحجاب، بس أنت كم من الرجال يصلون؟ صح؟ كم من الرجال بدون ما ندخل فيها في منكرات يعني كبائر، بس لأن المرأة الحجاب أنا ما دافع عن هذا الشيء، بس لأنه هذا شيء واضح فدائما نتكلم فيه. بس أنت كم من حتى النساء أشياء أخرى غير واضحة، والرجال سبحان الله. يعني هي يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام من قال جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ليه؟ يعني تنبأ فيها صدق، طوبى للغرباء. إيش طوبى؟ مكان في الجنة. إيش يعني غريب؟ يعني أنت 90% من الناس، 99% من الناس سوي أشياء لا ترضي الله وعادي تستمع لهاي الكلمة، وأنت الوحيد أو أنا الوحيدة، طبعا أنا غريبة. فطوبى للغرباء، كيف تستمر تفكر طوبى للغرباء؟ لا والله أنا أريد غريبة وغريب. يعني أنا يسألوني هذا السؤال، يعني هو الإنترنت حرام؟ أنت ما راح تسوي كل شيء حرام في الدنيا، يعني لولا الإنترنت كيف مشاهديك يعرفوني؟ صح؟ وكيف أنا أعرفك؟ بالضبط. فهي يعني هو هذا الماء هسه، هذا الماء ممكن يكون حرام؟ طبعا ممكن. الماء مسروق هذا حرام، خلاص أنت الآن أنا سرقت من أحد بدون ما أستأذنه، هذا الماء صار حرام، بس هو الماء حلال. فهي فكرة الحرام والحلال. هل التلفزيون حرام؟ أنا أكبر سؤال، هل الغناء حرام؟ هل الموسيقى حرام؟ هل التلفزيون حرام؟ الناس لا يعني نبدي نوزع كلمة الحرام مجانا، يعتمد. أنا التلفزيون في بيتي ماذا أفعل فيه؟ صح؟ إذا دا أتفرج على حرام، نعم هو حرام، بس أنا إذا أتفرج أتعلم منه. يعني أنا مثلا عندي صديقاتي هناك مثلا تتعلم تجويد القرآن، يعني البرنامج الشيخ الله يبارك فيه أيمن سويد، يعني هذا قلب الدنيا هناك، الناس كلها تعلمت. التلفزيون حرام؟
الإنترنت إذا أنا دا أسمع محاضرة أتعلم يقوى ديني أو أتعلم حتى عن دنياي بما يرضي الله، ليه حرام؟ بالعكس هذه أشياء سهلت لنا، لكن كيف أستعمل الشيء هذه بحث آخر. فأنا ما ألوم العصر الحديث، أنا ألوم يعني مثلا يعني الإنسان الآن لازم الفيسبوك حرام والإنستغرام حرام، لا، ماذا تفعل فيه؟ قد يكون وسيلة كبيرة لهداية الناس، وقد يكون شاهد علي يوم القيامة أو شاهد ضدي. وهذه الوسيلة دكتورة استخدمت ضدنا في نشر ظواهر صارت جديدة علينا، وهي الإلحاد، الشذوذ، الإباحية، تصاعدت بشكل كبير خصوصا في الآونة الأخيرة. الحين نتكلم كذلك على المسلم، كيف يحافظ على نفسه ويحمي ذاته من الشبهات؟ ما هو أنت يعني أنا دائما أقول هذا الكلام، نروح إلى السوشيال ميديا. أنا بالإنجليزي who I follow، أنا مين اللي أتابع، مين اللي أكتب لايك، مين اللي أحط فيو، مين اللي أشير، مين اللي أبعثه لغيري. وهذا حتى بدون السوشيال ميديا، حتى في التليفون، حتى بدون التليفون، مين أصدقائك، صح؟ ولا تطع للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه آية الكهف نقرأها كل جمعة. ولا تطع مين؟ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه بالإنجليزي نسميها peer pressure، الضغط الأصحاب. إيش قال له؟ لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني شنو؟ تأخذها من البداية إلى النهاية، تأخذها من الإنسان النهاية ما يصلي يستهزئ بالصلاة، هي أو هو يعني بشر، طيب، أو إنسان يصلي بس متقطع، أو الإنسان يصلي لكن يسوي محرمات. فإيش قال له؟ لا تطع. يعني شنو؟ يعني لا تصاحبهم. طيب مو بس هذا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما في الله في الحياة، طيب، واتبع هواه. وبعدين يقول لك هاي ايش راح يكون؟ وكان امره فرطا. يعني فرطا يعني عندك سبحه وانفطر وراحت في كل مكان. فطبعا يجي اي شيء، يعني عقيدتي مهزوزه انا، فيهزني راسا. يعني الشجره احنا دائما هي بندرس العقيده هناك نحط مثل الشجره، اذا الشجره اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها. انا لو تجي عاصفه ما تتحرك هاي، لكن إذا شجرة الجذور خفيفة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تجي عاصفة تشيلها. فأنت شوف الإنسان، يعني الله يحمي الجميع يا ربي. وأنا من أكثر دعائي يا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلة وليس بالابتلاء. فأنت لو أنا أعرف أنا مو كلش ديني قوي، طيب إذا أنا راح أبدي أسمع هاي مثلا محاضرة أو شيء يشككني راح أشك، صح؟ يعني أنت في الكورونا إحنا سوينا، في أحد ينسى الكورونا؟ ولن تنسى، صح؟ ولحد الآن تمشي في الشارع و6 فيت، صح؟ ولا تنسى لبس الكمامة. فإيش أخذنا إيش يسموها بالإنجليزي preventive، بالعربي وقاية. الوقاية إيش؟ أشياء اللي تحافظ بيها على صحتك، وكنا نسويها. طيب ليه ما أسوي الأشياء أحافظ بها على ديني؟ ما أعرض نفسي للشيء اللي يضاعفني، ما أسمع كلام ناس، ما أصاحب ناس اللي هم دينهم يراد لشغل مثل ما نقول. ولا تقول لي أنا راح أغيرهم، إذا غيرتهم ربي لك الحمد، بس احتمال التغيير ليس دائم. إذا حسيت نفسي ضعفت أنا أبتعد عن هذول الناس. فهي هاي